أنا اليوم جاية أرد على حسين العراقي اللي في برنامج اسمه نصيب بعد إهانته للجزائر. تعالوا نشوفوا إيه اللي بيحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. طبعا يعني علشان خاطر إن الموضوع هيطول وهيبقى الفيديو طويل، حبيت أقتصر لكم الكلام. معلش، مش عارفة ليه الجزائر مزهقاكم كده، ليه كده؟ يعني أنا عايزة أفهم ليه مضايقاكم، رغم ان العراق وتونس والجزائر والمغرب كلهم دول عربية، ويعني هنقولهم اكتر من ان احنا ايد واحدة ويد واحدة ومحبين لبعض. لكن حسين العراقي المهرج طلع يصب في الجزائر ليه في لايف؟ ليه؟ مش عارفة. بيقول ان الجزائر مستعمرة فرنسا. يعني ايه مستعمرة فرنسا؟ انا عايزة افهم. والظاهر انك مش دارس كويس يا حسين. المفروض انك تدرس وتعرف تاريخ بلدك او تاريخ البلاد العربية، علشان ما تطلعش بكلام ملوش اي لازمة. انت حصل بينك وبين ست ايفا الجزائرية بينكم خلاف، فعشان كده طالع تتكلم على دولة كاملة للسبب ده. طيب ما تتكلم على ايفا، ما تتكلم على ايفا اللي سابتك. احنا ذنبنا ايه؟ او الجزائر ذنبها ايه؟ او الدول العربيه اللي انت بتتكلم عليها؟ انت مخك مطقطق شكلك كده. روح ادرس واعرف الاول من هي الجزائر وتونس والمغرب، وكمان لغتهم بلهجات، يعني بيتكلموا عربي. الجزائر انا اعرف عن الجزائر بيتكلموا عربي وامازيغي. بجد انت شخص مش عايزه اقول وقح علشان انا ما بحبش اشتم حد، لكن انت لما تكون عايز تهين حد، انت ما بينك وما بين ايفا مشاكل، روح اتكلم معاها او روح هنا هي كشخصها. مش جاي تهين دولة او دول، مجموعة دول عربية متماسكة مع بعضيها وتتكلم عليهم علشان زعلان من واحدة. هي الدول ذنبها ايه؟ ليه تسب الجزائر في لايف وانت قاعد كده شامخ كده؟ ايه الموضوع بالظبط؟ هو ايه اللي حصل يا بلد؟ ايه اللي حصل في الدنيا بجد؟ يعني انت لو ما تعرفش تاريخ الجزائر، تعالى وانا مصرية اعرفك تاريخ الجزائر. تاريخ الجزائر اللي لها 1.5 مليون، والله ما هو 1.5 مليون، ده اكتر من 1.5 مليون شهيد دمهم دم على الاسفلت، وحاربوا بكل كيانهم عشان ما يستعمروش. لا يا حبيبي، ده هما بيتكلموا العربي والامازيغي، مش بيتكلموا لا فرنسي ولا انجليزي. وكمان الفرنسي والانجليزي كل العالم المثقفين اللي بيتكلموا باللغات دي. يا طب يا ريت انا اعرف اتكلم بالعربي وبالانجليزي وبالفرنساوي. الجزائر لها لغتين، عربي وامازيغي، عشان تبقى عارف. وعيب اللي انت بتعمله ده، ما تخسرش